من أقوى المسمنات اللي ننصحك بها في رمضان هي هذه. تسمن الجسم وتنفخ الخدود وتسمن المناطق الأنثوية. يعني كاع تقدروا ديروها وتعطي للجسم كل الاحتياجات تاعه. يعني الوصفة بزاف سهلة، فيها مكونات بسيطة كاع تقدروا ديروها وداوموها، بالعكس يعني تنفع تعطي للجسم كاع احتياجاته. إذا كانت فيك لانيمي ولا فقر الدم، بالعكس يعني راح تعالج لك لانيمي. إذا كنت تعاني من الدوخة الإرهاق، هذه الوصفة يعني تعطي للجسم كل احتياجاته من الفيتامينات. وكل شيء ننصحكم بها بزاف، حتى الحوامل يقدروا يديروها والمرضعات والصغار، لأنه آمنة 100% وطبيعية. غير شواك قعدي معي حتى نهاية الفيديو باش نفهمكم مليح كيفاش ديروها يعني، ونعطيكم المكونات اللي تقدروا تزيدوهم في هذه الوصفة باش تكون يعني نفاعة أكثر. أيضا هذه المسمنة يقدروا يديروها الرجال بطريقة اللي راح نشرح أكيد، يعني كل يعني النساء راح نشرح لهم كيفاش يديروها والرجال ثاني. قبل ما نبدأ الفيديو، مرحبا بكم في قناة حوادث تي في 2. إذا أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة، مرحبا بك معنا. أيضا شجعوا الفيديو بجيم وتعليق، وطلعوا الفيديو بجيم وتعليق باش أنا دايما نبقى ندير معكم وصفات جديدة وسهلة وأكيد مفيدة ومجربة. بسم الله نبدأ. راح نحتاجوا في هذه الوصفة الروينة ولا الزميطة. الروينة ولا الزميطة هدرت عليها بزاف في قناتي الأولى. صدقوني البنات، هاد الوصفة كانت من أنجح الوصفات في قناتي الأولى، وكانت دارت درجة كبيرة لأنه سهلة وتنفع وتسمن بسرعة. شوفوا، راح تشروا من العطار ولا العشاب روينة ولا الزميطة. مكونات الروينة ولا الزميطة واش هما؟ يصنعوها من القمح ومن الحمص، يعني هي مكونها الأساسي تاع يعني قمح. يحمصوا ينظفوا القمح، يحمصوه ويطحنوه، وكاين اللي يزيدوا معاها الحمص، ينظفوا ويحمصوا ويطحنوا ويخلطوا القمح مع الحمص، يحمصوهم ويطحنوهم. وكاين الروينه تاع التمر، انا شخصيا جربت تاع القمح، هي اللي لقيت عليها نتائج لانه فيها سعرات حراريه عاليه وتسمن بسرعه. تقدروا تقصوا عليها الجدات اذا ما عرفتوهاش، يصنعوها لكم ولا يشرحوا لكم عليها. وهذه الروينه تاني يديروها للنافسات كي يولدوا. راح تجيبي واحد الملعقتين كبيره تاع الروينه ولا الزميطه تاع القمح، تزيدي عليها ملعقه كبيره تاع جنجلان محمص مطحون، وملعقه كبيره تاع حليب لحظه. هنا راح نشرح لكم، اذا كنتي تحوسي على تسمين للمناطق الانثويه، ديري زوج مغارف كبار تاع جنجلان محمص مطحون، زوج، لانه السمسم هو اللي يسمن المناطق الانثويه اكثر شيء ويبرزها. راح تخلطي لي كاع هاد المكونات مع بعض. شوفوا، ايضا تقدروا تزيدوا في هاد يعني هاد الروينه تقدروا تزيدوا معها اي نوع تاع مكسرات، مثلا كوكاو، كوكاو، لوز، جوز، اللي عندك. حتى واذا زدتي لها الكوكاو راح تعطيك نتائج اسرع، وراح تزيدي لها في السعرات الحراريه وتجيك بنينه. شخصيا انا نخلطها بالماء وتعطيني نتيجه، ومرات نخلطها يعني الياغورت عادي، ولا بالحليب اللي كان عندك، يعني اللي بغيتي تخلطي بها خلطي بها. انا شاركتها معكم قبل في فيديوهات قبل بالياغورت، وفي هذه الوصفه راح نشاركها معكم. خلطوها بالماء، قعدوا تزيدوا الماء تدريجيا حتى تحسوها يعني هذه الروينه تتشرب الماء بسرعه. بزاف هايله يا البنات هاد الروينه، حتى اللي عندهم لانيمي ونقص فيتامينات راح تعطيهم للجسم كل الاحتياجات تاعه. ومليحه تاني في رمضان، لانه كيما على بالكم رمضان نصوموا كاع، ننصحكم ديروها وداوموها، خاصه اللي يعانوا من النحافه الشديده ولا ينقصوا بزاف، يديروها ويبدوا فيها من الان. من الافضل من الان يبدوا فيها. فقط زعما انا ما ننصحش بها اصحاب القولون، لانه شويه ثقيله. اذا كان عندك قولون ما ننصحكش يعني ديريها. اما بالنسبه للاخرين كاع تقدروا ديروها. بالنسبه للرجال ما ديروش الجنجلان، يعني راح تخلطوها كيما هكا، يعني راح تقلعوا منها الجنجلان. ديروا الكوكاو، لانه الجنجلان مليح فقط للنساء لانه يسمن المناطق الانثويه. اما الرجال ديروا لهم مكسرات ولا كوكاو معاها. وبالنسبه للاطفال ثاني، يعني الصغار ما ديروا لهمش الجنجلان، ديروا لهم مكسرات ولا ديروها لهم يعني وحدها، غير هي بحليب بودره، وخلطوها لهم بشويه ماء ولا شويه ياغورت. وفي التزيين انا زدت لها ملعقه تاع عسل. تبغي ديري عسل حر ولا اي عسل عادي، المهم لازم تزيدي ملعقه تاع عسل باش تجيك حلوه، ولا ديري ملعقه تاع دبس التمر الطبيعي باش تكون معك الوصفه طبيعيه. هذا الوصفه من اقوى الوصفات والمسمنات اللي تسمن.
تسمنكم بسرعة وترفدوا عليها بصحتكم، ترفدوا عليها صحتكم. نتمنى تجربوها وتلقوا عليها النتائج الرائعة. كيفاش راح تاكلوها؟ بالنسبة في رمضان ننصحكم تاكلوها في السهرة، يعني بعد الفطور، بين الفطور والسحور مرة واحدة، ولا إذا ما قدرتيش كليها مرة في السحور، يعني بعد ما تتسحري. ننصحكم تاكلوا غير كيما هكا، تخلطوا غرفية واحدة وتاكلوها، ما تكتروش يعني كتر من غرفية لأنه شوية ثقيلة. مرة يعني غرفية في اليوم يعني راح تكفيك ان شاء الله. اذا وصلتوا الى نهاية الفيديو شجعوا الفيديو بجيم وتعليق، وان شاء الله تسمنكم وتفرحكم. مع السلامة.